محمد. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم القرآني أهل القرآن، كما باسمكم جميعا. أرحب بضيفي القارئ الأستاذ جاسم العبدلي. أهلا بك أستاذ. حياكم الله أستاذ أسامة، شكرا على هذه الاستضافة. الله يبارك بك. في البداية نحب نستمع إلى تلاوة بصوتك إذا تسمحنا. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما شاء الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. طيب الله أنفاسك على هذه التلاوة الجميلة. شنو الأنغام اللي قرأتها؟ والله لا يخفى عليكم أستاذ أسامة، بدأت بمقام الرست ما شاء الله، ووجدت أنه النص يتطلب أن أنتقل إلى الصبا، لأن فيه مسحة من الحزن والخوف والتذلل والانكسار أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه احنا في حالة دعاء، وهذا ما يسحبنا إلى كلام قضية التصوير القرآني والاهتمام بالتصوير القرآني من خلال اختيار الأنغام المناسبة التي تتلائم وتتوائم مع النص القرآني، وليس كما يعني يتوهم البعض أنه يعني ما شيء يجي بباله يقرأ مع النص. هذا خطأ. يجب أن يكون القارئ يعني كالمهندس، يعرف كيف يهندس تلاوته من خلال يعني أنا أسميها الهندسة المعمارية للتلاوة، أنه هنا يتطلب مني أقرأ بشدة، هنا أقرأ بانكسار وضعف، وهكذا. الله يبارك بك. ولذلك بديت رست. قليل القراء يبدون رست. أكثر شيء هو مقام البيات. أي نعم. أنا عادة من أكون مرتاح أبدأ بالرست، واليوم مرتاح لوجودك وجود الأخوة الكادر. الله يبارك بك. الله يبارك بك. شوف أستاذ، ضروري أنه القارئ لديه معرفة ودراسة ودراية بالأنغام والمقامات. يعني على حد تقديري المتواضع، المعرفة بذاتها يعني بمسمياتها، مسميات الأمور قد لا تكون ضرورية، ودليل ذلك أن كثيرا من القراء الكبار لم تكن لديهم المعرفة الكافية والوافية بالأنغام. يعني يقال وينقل عن أشهر قارئ بالعالم الإسلامي اللي هو عبد الباسط، الباسط اسم. يعني الغاية والأفضل أن يكون القارئ يعني يؤدي بشكل صحيح. ما زلت أتذكر يعني مقولة قالها يعني موسيقار العرب محمد عبد الوهاب،
جاءه أحد يعني بغض النظر مع احترامنا لكتاب الله الذي بين أيدينا والمكان الطاهر الذي نحن فيه، ولكن يعني من باب العلم، وهؤلاء ناس مختصين بالموسيقى والأداء وكذا، فجاءه أحد المطربين المبتدئين فقال انصحني كيف أوجه نفسي، فقال كلمة لا زلت أو ما زلت أضعها يعني شعارا أمامي، يقول الصوت مهم، والأهم من الصوت إدارة الصوت. كثير من القراء كانوا يمتلكون أصوات جبارة عملاقة، ولكنهم لم يصلوا إلى قلوب الناس، حتى لم يخترقوا آذانهم. شنو السبب برأيك؟ لأنهم لم يستعملوا أصواتهم لم يوظفوا أصواتهم بالشكل الصحيح، أولا لم تكن أعمارهم طويلة بالتلاوة أو حتى بشتى الأداءات، ولم يخترقوا القلوب كما فعل غيرهم ممن هم أضعف أو أفقر منهم من الناحية الصوتية. يعني في رأيي القاصر أنا دائما أقول حتى لا أقيم الناس، أنا أقل من أن أقيمهم، ولكن كذائقة القارئ الكبير مصطفى إسماعيل الذي يلقبونه ملك القراء وقارئ الملوك، من الناحية الصوتية كثير من القراء أصواتهم أجمل وأفضل منا بكثير بمئات المرات، ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه مصطفى إسماعيل. إلى اليوم الناس تستمتع لما تستمع إلى مصطفى إسماعيل. ليش؟ لأنه مصطفى إسماعيل استطاع أن يدير صوته بالشكل الصحيح. نقدر نقول هو يعرف نقاط القوة بالضبط بصوته واشتغل عليها. بالضبط. أنت تعرف المساحة اللي عندك وتشتغل على أساس المساحة اللي تمتلكها. نعم. أستاذ جاسم، حدثنا عن بدايتك مع القرآن الكريم، شلون بديت؟ والله دائما يعني في اللقاءات أستغل هذه الفرصة لأوصل رسالة إلى الآباء والأمهات. نعم. ونحن في فتنة نخشى على أولادنا وعلى ديننا وعلى إسلامنا وقرآننا من هذه الفتنة، لأنه الأعداء يتربصون بنا من كل حدب وصوب لإبعاد الجيل عن القرآن الكريم. فأنا أنقل تجربتي دائما، وأنا لست يعني فريدا من نوعي، ولا هذا يعني كل أهل الاختصاص يمكن يشاطروني هذه المسألة. البيئة تمثل العامل الأول والأساس. ما زلت أتذكر أنه لما أستيقظ صباح كل يوم، أنا والدي رحمه الله ورحم الله آباء الجميع، الله يرحمه برحمة الله، لم يكن أكاديميا ولم يكن حوزويا، كان إنسان بسيط، وكان رادود حسيني وشاعر ويمتلك ثقافة المجالس، يعني ثقافته كانت سماعية ليست قرائية. فما زلت أتذكر أنني أستيقظ صباح كل يوم على صوته، وكان يمتلك صوت جميل جدا وقوي، أستمع إلى صوته وهو يقرأ القرآن، وبالتحديد كان يقرأ سورة ياسين. وما زلت أتذكر سماع صوته وهو يؤذن أذان الفجر. عنده كان لحن خاص به وطريقة خاصة؟ كان يقلد، أتذكر هو رادود يعني مو قارئ قرآن، بل يعني شلون كان يقرأ مثلا سورة ياسين؟ كان يقلد محمود عبد الوهاب، كان يحب محمود عبد الوهاب، الحاج محمود يسموه. تقدر تقرأ لنا شوية من طريقته، يعني مثلا ياسين شلون تتذكر؟ يعني مثلا هيك على ما أتذكر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ما شاء الله، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الله هيك شيء. وأستمع إلى صوته حزينة بالضبط، يقف في وسط البيت ويأذن الفجر. صوته كان عالي، يعني أعلى من صوتي بكثير. ما شاء الله، جهوري، يوقف يأذن، كان صوت جهوري، صوته عالي. يعني الميتي قاعد، احنا بتعبيرنا نقول يستيقظ كل من في البيت لأداء فريضة الفجر. وهذه رسالة ثانية تصل إلى الآباء والأمهات، لأنه مع الأسف كثير منا اليوم يعني صلاة الفجر مشطوبة من القائمة، تصلى قضاء. فهكذا كان آباؤنا يعني يحثون الجميع، المكلف وغير المكلف، الرجل والمرأة، الكل يستيقظ للصلاة. ما شاء الله. فالحديث أنه البيئة لها الدور الكبير والمؤثر الأول. الوالد كان الله يرحمه. بالضبط. أثر بيك هواي. معلوم أكيد. زين، أول يعني دورة قرآنية دخلتها في أي سنة كانت؟ منو كان الأستاذ؟ في البدايات يعني كانت قراءتنا للقرآن الكريم يعني في المدرسة في المرحلة الابتدائية. يعني المعلمات كان لاحظا أنه أنت عندك صوت، بالصف بالدرس الإسلامي أقرأ القرآن ورتل القرآن، أقرأنا بالاصطفاف، فتعرف رفعة العلم وكذا وهذه المراسيم والاحتفالات. كان ارتباك لو أنت؟ لا طبعا، كانت الجرأة يعني موجودة، فنقرأ وكذا ماشي الأمور هكذا. ثم بقيت على هذا الحال. تعرف في زماننا كانت أكو مضايقات، والشاب لما وصلت إلى مرحلة الشباب
يعني كان اللي يتجه توجها دينيا في تلك الفترة يعني يرصد، وتكون عليه بتعبيرهم علامة استفهام. لا، من بعد ذلك، بعد أن وصلت إلى مرحلة المراهقة والشباب، فحرصت العائلة، حرص والدي على أن يبعدني بعض الشيء عن الساحة القرآنية وعن المجالس الحسينية، لأن كنا نقيم مجالس في البيوت ونقرأ وكذا. فخاف علي، خشي علي من يعني منو درسك من الأساتذة؟ فهذه الفترة تقريبا يعني ابتعدت، بقيت أقرأ على ما أعرف، يعني أسمع الكاسيتات أحفظها وأؤديها. السماع أقرأ هكذا. كنت تسمع دائما؟ يعني أسمع يعني نقيضين، يعني أسمع مصري وأسمع عراقي. أسمع بالمصري أسمع بس تقرأ عراقي؟ أي، أسمع محمد صديق المنشاوي، يعني عراقي. أي، عاشق لمحمد صديق المنشاوي. وبالعراقي كنت أسمع الحافظ وليد إبراهيم العبدلي رحمة الله عليهم. هذول مسعود الفلوجي هو مشهور بالفلوجي، بس هو يعني من أقاربنا من عشيرة العبادلة. المهم، فأسمع نص كانت تسمع دائما وسورة معينة؟ أكيد. أجمل تلاوتين للقارئين يعني خلينا على وليد الفلوجي. وليد الفلوجي سورة يوسف. اكو بحث يعني ببالك سورة آيات؟ يوسف يعني حتى حفظتها من عنده، يعني في مرحلة. نسمع فد مقطع على طريقة وليد الفلوجي. يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. الله الله. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما شاء الله. هيك اشتغلت يعني نفس اللحن تجيبه بالضبط. وكان صوتي ارفع يعني وكذا، فيكون الدفع والباور اعلى، فكلش بتاثر بيك. ما شاء الله. وكذلك كنت اقلد يعني المنشاوي، بتعرف كان الصوت يساعد يعني. المنشاوي يعني ستهم تقرا مصري؟ لا لا، بس تسمع مصري هواي جدا يعني اذا مقطع تقرا مصري ما تقدر؟ لا، مو ما اقدر. خلينا نسمع مصري يا ريت. يعني مثلا طريقة المنشاوي مثلا. المنشاوي التلاوة اللي يعني بقت عالقة في ذهني وأجمل ما قرأ المنشاوي، وإن كانت تلاواته كلها تقريبا بنفس المستوى، الحشر، أواخر الحشر والعلق، فأبدع بها كثيرا. قرأها طبعا بالمسجد الأموي، أتذكر يمكن سنة 58 أو 57 شيء من هذا القبيل. خلينا نسمع. يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الظالمون. الله أحسنت. الآن يقول: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة إلى آخره. يعني جدا يعني يرسمها رسم للتلاوة. تصوير القرآن جميل جميل المنشاوي رحمه الله. الله يرحمه. نأخذ فاصل. أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. تابعونا. عدنا معكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم القرآني أهل القرآن مع القارئ الأستاذ جاسم العبدلي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أستاذ، حدثنا عن أهم المشاركات والمحافل والمسابقات القرآنية. والله في بداية يعني مسيرتي القرآنية حرصت على أن أكون مشاركا في كل نشاط، وصب ذلك وأثر ذلك كثيرا، يعني ألهمني أو أعطاني المزيد من الخبرة.
فكانت مشاركاتنا في المسابقات بدأت في المسابقات المحلية في مدينة الكاظمية المقدسة في المؤسسة القرآنية العراقية، وزاملنا فيها الكثير من القراء الكبار من قراءنا الأعلام في بغداد، كان لنا نصيب فيها. أتذكر أول مسابقة هي نامق كان حاضر الحاج عامر الكاظمي. بالضبط. يمكن أنت هم كنت جنابك من المشاركين بها. هذه مسابقة في الجامع الهاشمي. بالهاشمي. بالسنة الثانية أيضا شاركت، بس ما يعني تأهلت للمرحلة النهائية الفاينل، ولم أحصل على شيء، إلى أن حرصت أنه يعني إلا أحصل على مركز. فعلا أقامت المؤسسة القرآنية آنذاك مسابقة خاصة بالطريقة العراقية، فبفضل الله تعالى حصلت على المركز الثاني على مستوى على العراق. ما شاء الله. وكان في وقتها يعني إنجاز. كل المشاركين يقرؤون بالطريقة العراقية من جميع محافظات العراق، يعني من شماله إلى جنوبه، وكانت إمكانيات حقيقة هائلة وكبيرة، والحمد لله استطعنا أن من حصل الأول؟ الأول أتذكر قارئ كان من صلاح الدين من تكريت، يمكن اسمه ليث أحمد كردي، أتذكر اسمه لحد الآن، وكان يستحقها بجدارة حقيقة، تفوق عليه بجانب الصوت. ما شاء الله. كان صوته يعني خلينا نقول مساحة عريضة عنده بالقراءة، وكان الجواب يعني تغلب عليه بهذا الجانب. فكان استحقاقه. ثم كانت لي مشاركة في أربيل، كانت مسابقة ضخمة قامها على صعيد العراق؟ على بل حتى من خارج العراق كانوا قراء يعني من الأردن ومن الإمارات، ولكنهم عراقيون. يعني على مستوى 1700 قارئ. ترشحنا منهم 50 قارئ، ثم ترشحنا من ضمن العشرة، وحصلت بها على المركز السابع، ولكنها كانت منافسة شديدة جدا، وتعرفت بها على قراء يعني عدد كبير. هواية. بالضبط، قراء يعني من كل المحافظات. من حصل الأول بوقتها؟ الأول كان أعتقد الياخندي. لا، الياخندي كان ويانا، أخذ الرابع. اللي حصل الأول كان ولد من الأنبار، أتذكر اسمه الشيخ مصطفى العسافي، قارئ يعني شاب وجميل جدا. والقارئ الفائز الثاني كان من عمان اللي هو دكتور عبد الله الجميلي، وهكذا يعني. كانت يعني حقيقة مشاركة مميزة في حياتي يعني. وأنا دائما أحرص على هذا النفس، الانفتاح على الآخر. يجب أن تصدر ثقافتك إلى الآخر، يجب أن يستمع إليك الآخر وتستمع إلى الآخر. هذه ثقافة الحوار اللي احنا نفتقدها اليوم. أستاذ جاسم، أتذكر كانت حتى بدون ما تحضر البحث، يمكن يعني تفتح هي هذه المسابقة يعني كان بها يعني إبراز عضلات للقراء، وسقط فيها كثير، لأنه مسابقاتنا التي تقام يعني يعطيك نص 6 أسطر، روح احفظه وتعال اقرأ بعد شهر، بعد 10 أيام. أما هذه المسابقة لا، تصعد المنصة، افتح صفحة هالقد واقرأ. هم يعطوك البحث آنيا، اقرأ في نفس اللحظة. ثم أنا لا زلت أتذكر الاختبار النهائي، يعني أنا ما شايف اختبار 3-4 ساعة. أنا على المنصة 3-4 ساعة. القارئ محمد حازم من الحويش قال افتح صفحة كذا واقرأ، فقرأت صفحة ونصف الصفحة، ثم قال توقف، أعد من حيث بدأت بنفس الأنغام التي قرأتها. فرجعت عدت، فقال لي جيد، هذه نقطة تحسب لك، لأن ردت أوقعك بأكو مصطلح يعرفه أهل الاختصاص وأهل الصنعة يسموه التون. ردت أوقعك أنه أسوي يريد حتى نفس اختلاف بالتون، يعني مو بس الألحان أو تنسى الأنغام التي قرأت بها. فبفضل الله تعالى اجتزت هذا الاختبار. ما شاء الله. أي، فمسابقة ضخمة كانت فعلا. ذكرت حضرتك أنه كنت تحرص دائما على الاشتراك بالمسابقات، ضاف لك هذا الشيء؟ استفادت من المسابقات اللي شاركت فيها؟ بالتأكيد. المسابقة يعني أول ما شاركنا بالمسابقات كنا نتصور أنه إيش قد ما تعبي أنغام هو هذا الزين. قصدك تنقل بالأنغام؟ أي، انتقالات كثيرة، فأنا أبدأ الآية بشكل نغم وأختمها فكنت أتصور بالكثرة يعني، ما أعرف يعني. فما فزت، ما صعدت. شنو تبين؟ أي، فتبين لا، إنه لما ناقشت اللوائح وطلعت على اللوائح التحكيمية، بعد ذلك وفقنا الله تعالى أنه يعني نشارك كمحكمين، وإن كان أنا يعني أتجنب التحكيم وأخشاه حقيقة، أخشى من مسؤوليتي أمام الله سبحانه وتعالى. يعني شاركت يمكن 2 أو 3 مرات بتحكيم غير المسابقات المدرسية. أي مادة تحكم أستاذ؟ يعني حكمت بالنغم مرة، حكمت بأحكام التجويد، يعني هكذا يعني غالبا يكون اختياري، أو هي اللجنة التي تختارني يعني تكلفني بهذه المهمة. ولكني أخاف حقيقة، أحس مسؤولية كبيرة، يعني إن غبنت شخص أو تعاطفت مع أحد على حساب أحد، فأتجنبها حفاظا على نفسي.
وعلى الآخرين. المهم، فهذه المسابقات أضافت لنا الكثير. لما طلعنا على اللوائح عرفنا كيف ننتقل من نغم إلى نغم، وكيف نؤدي، ومتى يكون القرار، وكيف يكون التسليم، وهكذا. نعم. أستاذ أيضا حضرتك شاعر، يعني ما أسمي نفسي شاعر، يعني ناظم. أيضا لي ديوان مطبوع، وإن شاء الله ديوان شعر مخطوط بإذن الله تعالى. يا ريت نسمع بعض التواشيح من كتاباتك. والله أتذكر قصيدة كتبتها لإمامنا أبي محمد الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. قلت: أنى لشعري أن يروم علاك، وهل القوافي تستطيل مداك، أم هل لنظم قصيدتي أن يرتقي يصفي شمائل يحصي شمائل فاقة الإدراك، هيهات تنصفك القوافي والنهى، هل للحصى أن تدرك الأفلاك، إلى أن أقول بها: ربيت في حجر النبوة والهدى، فخرجت أشبه بالذي رباك، والأم فاطمة وتلك فضيلة قد نلتها، وبها سبقت أباك. ما شاء الله، أحسن إلى آخره. أستاذ، هم أكو نغمة أو مقام معين دائما تحب تقرأ القرآن به وتحسه قريب عليك؟ يعني غالبا احنا العراقيين معروف عنا أنه ميالين إلى الحزن، بقدر ما الشعب العراقي صاحب نكتة، ودائما يتغلب على جراحه، ودائما يصنع من المأساة ومن المعاناة ضحكة. نعم. يعني حتى من يصير عندنا مشاكل ومعاناة نتهكم ونستهزئ ونستخف بالأمور ونضحك، ولكن يبقى ميلنا إلى النغم الحزين. وهذا يعني يقال أنه الحزن ولد في العراق بعد شهادة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. ويعني مأساة كربلاء وكذا، فعرف أهل العراق الحزن من خلال أنغامهم ومراثيهم وقراءتهم، تميل الطريقة العراقية للحزن بالضبط. فابتكروا مقام الصبا، ولأنه من صب الدموع وهكذا. فأغلب الأنغام العراقية أنا أحبها، ولكن يمكن اللامي أشوفه قريب مني، اللامي والدشت وشيء من هذا القبيل. يا ريت نسمع مقام الدشت واللامي. أقرأك إياه مو بالقرآن، راح أقرأك إياه كمديح، لأن أنا ميال للمناقب النبوية بكثرة، بغض النظر عن الانتماء المذهبي والطائفي، ولكني يعني أتحيز إلى بغداد. يا الله. لأنه بغداد حقيقة هذه حاضرة الثقافة. بغداد لها سمات ومميزات في أدبها وفنونها تكاد تكون تندثر للأسف. من ميزات بغداد أنهم يقرؤون المناقب النبوية. إذا كان يعني بغداد هي بغداد الكاظمية والأعظمية والكرخ، يعني إضافة إلى الكرادة، هاي بغداد القديمة. فأنا من جانب الكرخ حقيقة، وأميل إلى منطقتي وأحب المناقب النبوية بشكل. أستاذ جاسم، كيف القارئ يصنع بصمة خاصة بصوته؟ حضرتك ذكرتني بحادثة، قلت لي أنه صوتك يميل وقريب من عبد المجيد الشيخ رحمه الله. أحسنت. أول مرة قرأت القرآن في مسجد كان أستاذي رحمه الله الذي كان يشرف على تدريبي وتدريسي، الملا ياسين النداوي أبو طه. فإجاني قال لي، طبعا أنا جيت للمسجد بصفة رادود حسين، ما شاء الله، ولكن كان ميلي وعيني ترنو إلى التلاوة. يعني حضرتك قارئ وشاعر ومنشد، يعني شيء من كل شيء. يعني أنا ما أسمي نفسي محترف بهذه القضايا، ولكن أحاول أن أجمع شيء من كل شيء. نعم. فلما سمعني قال لي: أنت يعني قريب جدا من عبد المجيد الشيخ اللي تقلده. قلت له: والله يعني أنا ما سامعه. قال لي: لك أن أجلب لك يعني بكرة يسموها قبل بصوته. فعلا تعنا خطية البغداد وجاب لي كاسيت، قال لي: اسمع. فلما سمعت شفت فعلا أكو فد، سبحان الله، فالتناغم بيني وبينه، فد توأمة إن صح التعبير. فحرصت على أن أغير أبتعد حتى لا أكون مقلد. الصوت هاي من الله، قريب كمواهب. البصمة قريبة. فكيف يعني أمتاز أو أتفرد بطريقة؟ بطأت من إيقاع تلاوتي. عبد المجيد الشيخ لي قراءته بشكل يعني بإيقاع سريع. صحيح. أنا لا، انطيتها ببطء أكثر، واختاريت أنغام قد يكون لا يقرأ بها. ف يعني قللت من العرب، كانت عندي عرب كثيرة في صوتي شبيهة بالعرب اللي هو يتحلى بها. أنا العرب تقريبا يعني اضمحلت شيئا فشيئا، يمكن من قلة القراءة، يمكن من لا هسه موجودة العرب، يعني من مزاولة التدريس، وتضيف جمالية للصوت. أستاذ جاسم، العرب الصوتية هي هم اكو تدريبات عليها تعملها، أو هي من الله؟ لا، هي من الله. وأكذب عليك إذا أقول لك أنه اكو تدريب، لأنه مشاغل الحياة والاهتمامات والعائلة والكذا،
أبعدتنا كثيرا عن توجهنا السابق كما هو في السابق يعني هاي من الله سبحانه وتعالى أكيد موهبة. أكيد طبعا. العرب الصوتية ومن يعني يحاول يصنعها تجد فيها تكلف. أنا أستمع بعض القراء بغض النظر عن الأسماء لما يحاول يعني يقصرها، يعني قصرا يدخلها عفوا، تحسها مصطنعة وبها تكلف ومو جميلة. أحسن. فلما تكون هي يعني عفوية وتكون طبيعية من أصل الصوت تكون أفضل. أستاذ جاسم، بالنسبة للأنغام العراقية الفرحة ونقراها بالأعياد، أكو نغم معين؟ أكيد اللي حضرتك ذكرتها بالأعياد اللي القراء العراقيون يقرؤون بالماهوري أو الخلوتي يسموه، اللي هو من فروع العجم، وهذا المعروف يعني. كذلك عندنا الأورفة نغم مفرح، النهاوند. احنا نريد نسمع مقام الماهوري سورة الضحى المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أستاذ جاسم، احنا نبارك لك إتمامك الختمة القرآنية المرتلة، والحمد لله بدها تنبث على الإذاعات القرآنية. الحمد لله. والله يا ريت تحدثنا عن هذا الموضوع. الشكر لله تعالى. يعني هي طموح وحلم كل قارئ أنه يعني يخلد نفسه من خلال عطائه ومن خلال نتاجه، وما أجمل أن يكون القارئ يعني عنده قرآن مصحف كامل مسجل بصوته، وهذه يعني صدقة جارية. نسأل الله تعالى رسالة كل قارئ فعلا. نسأل الله أن يجعلها يعني صدقة جارية وعلم ينتفع به، لأنه أنا يعني حقيقة حرصت على أن أقرأ بها الأنغام العراقية لحفظها من الضياع. قد يعني الأجيال اللي ورانا ما تحفظ هذا التراث، ونشكر الله على ما يعني ساعدنا ووفقنا في هذا العمل. كل صفحة تقرأ بنغمة كوند أستاذ؟ لو لا كل أبداً نصف صفحة أبداً. شلون كانت الخطة؟ اعتمدت طريقة التصوير، يعني النص هو الذي يحكمني، يعني أنا يعني طيعت وأخضعت النغم إلى النص وليس النص للنغم. يعني أحيانا حضرتك تعرف، حضرتك قارئ وتعرف لما تقرأ أنت بجهنم ووعيد ونار وكذا، هناك انتقل الكلام إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري يكون غير نغمة. فأكيد يعني السياق يحكمك أن تغير وتنتقل إلى نغمة. أريد نسمع ترتيل أستاذ بصوتك، احنا اليوم تعبناك ويانا. لا في الخدمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي. أستاذ جاسم العزيز، تعبناك اليوم ويانا، الله يبارك فيك. شكرا لحضورك ومشاركتك بهذا البرنامج. أشكركم وأشكر إدارة القناة والكادر الأخوة الزملاء المحترمين على هذه الدقائق اللي قضيناها معا ونحن في هذا المكان الطاهر وفي رحاب القرآن الكريم. أنا أشكركم. شكرا لكم. إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم القرآني أهل القرآن. نلتقي وياكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.